أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم آية ورسالة. النهاردة هنكمل سلسلة جميلة جدا على الراديو، راديو دوغما 3.10 من هنا لغاية وقت الميلاد، سلسلة استعدوا للميلاد. كنا بنتكلم على الإصحاح الثالث من إنجيل متى. المرة اللي فاتت خدنا آية 2 من الإصحاح الثالث، النهاردة هناخد الآية 8. اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة. ايه هي يا انكل الثمار اللي بتليق بالتوبة؟ ثمار كتير. يعني انا دلوقتي حطيت كده قدامي هدف ان انا ناوي استعد. طبعا تستعد للحاجات القديمة كلها اللي عندك صعبة، حتى الواحد لما بيجي يرتب الايفنت ولا اي حاجة عايز يعملها يقعد يعمل من هنا ومن هنا ويشوف هيعمل ازاي وهيوضب ازاي زي ما يكون مثلا واحد صاحي من النوم هيبتدي يعمل ايه ويوضب نفسه يهيئ نفسه ازاي. فما بالك استعداد للميلاد، انت ابتديتي بأثمار تليق، تعمل حاجة تليق فعلا ان انت او الناس تصدقك حتى ان انت بتستعد. صح كده؟ بالضبط. في حاجات كانت واضحة جدا في علامات الميلاد العالم استعد ليها. ما اعتقدش خالص انه الدنيا او وجه الارض استعد لمجيء السيد المسيح. عمل تجهيزات خزعبلية. السيد المسيح لما جه اتولد في مسود بقر. عارفين يعني ايه مسود بقر؟ يعني زريبة بهايم، انا اسفة في الكلمة، مواشي، المكان اللي كان بينام فيه الحيوانات، يعني اكتر مكان متواضع على وجه الارض كان ممكن يستقبل السيد المسيح. فاول حاجة من ضمن الحاجات اللي محتاجين نعملها او نستعد بيها هو التواضع، ان احنا نبقى عارفين ومتأكدين ان احنا من تراب خلقنا والى التراب سنعود. في خلال رحلتنا بقى التشريفية اللي احنا ربنا أنعم عليها بينا واحنا هنا على الأرض، لازم تفتكر انك مش أحسن من أي حد جنبك أيا كان مستواه الاجتماعي أو أيا كان مستواه الفكري. انت وهو مخلوقين من نفس الطينة. كمان عايزين نبتدي نتعلم ربنا كان بيعمل ايه مع الخطاة. ربنا كان بيديهم قوة غفران رهيبة، وكان بيحلهم من خطايا أثقلت قلوبهم كتير وقت طويل. وده اللي احنا كمان محتاجين نتعلمه. حاشا طبعا نكون زي ربنا، بس ربنا زي ما غفر لنا احنا كمان لازم نغفر للناس اللي حوالينا، لأن ده دين وبيتسدد. من ضمن الحاجات برضو اللي محتاجين جدا ان احنا نبقى بنعملها علشان نستعد للميلاد، ان احنا نسلم الحياة ديت علشان تعرف تستقبل فيها ربنا. لأنه لو ما سلمتش ربنا مش هيعرف يشتغل كويس. عايزة أختم حتة صغيرة جدا في الحتة ديت، الجزئية الأخيرة في صلاة بعد التناول جميلة جدا يا أنكل. بتقول له أسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني معك واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. سلم إرادتك، استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو وكل الزوابع أن تسكت. وانت بتسلم انت مع ربنا كل حاجة في سكون. السلام الداخلي دوت مش هيجي إلا إذا استعديت للميلاد قلت له يا رب خد قلبي وكمل انت يا رب كل اللي ناقص. بتقول الصلاة بعد كده سر معي وهدئ من روعي، انك تمشي مع ربنا دايما، تتكلم معاه دايما، ده استعداد للميلاد. اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. استقبل كل الناس بنفس الحب اللي ربنا استقبلك بيه. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني. اعمل كده مع كل الناس اللي بتعامل معاهم. امكث معي لأن النهار قد مال ورافقني إلى أن ينسم النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي. اطلب وجه الرب فقط في كل عمل بتعمله. وإذا وجد وجه الله على روح الله على مياه كل أعمالك، اعرف كويس جدا إنها ثمار تليق بالتوبة.
اتبسطت جدا النهارده معاكم في الحلقه. استنونا في الحلقات اللي جايه من حلقات استعدوا للميلاد. اهلا بيكي يا ايوه رساله. راديو دوغما. ايوه رساله مجدي وياسمين من راديو الموسم الجديد. موسم الجديد. ايه ورساله راديو دوغما.